كتبدا القصه مع واحد سميتو ليفن راح في طوموبيلتو غسل سنانو وقصد الشونتي اللي خدام فيه. صاحبنا كان رئيس العمال في واحد الشركه ديال البني. من بعد مده قصيره وصلوا للبنايه اللي حط الفطور كيغوت ليه يفطر معاه، كلشي كيسلم عليه وغيبان وقصد الاداره. هذا مول الشركه جو، مراتو كارلا وبنتهم جيني. خونا غادي بمبدا خيرنا ما يدي خيرنا. اداره ديال الشركه على قدا خدام فيها هو وتريكتو. ربي السلامه ما ياكل معاهم حد الخبز. حتى هما كانوا ظريفين بحال القرع وكيعاملوا في حيله واحد من العائله. خدا شي وراق سيناهم، هضروا شويه على الخدمه. وسط هادشي طلبات جيني من با يعطيها فلوس تخرج مع صحاباتها. شحال خصك بنتي؟ قدا وقدا هاكي الكارت كيشي عيشي مع راسك. ما عندهم غير هي، ما كانوش كيخسروا ليها خاطرها. سال القرع داكشي اللي عنده في الاداره وهو خارج جاب عبار مع شي وحدين كيسلخوا في واحد من العمال. وخا طلقوا يرجع للخدمه دار واحد سبو وكملوا على العامل ويا ريتهم طلقوهم مشاو في حالهم. القرع دارت ليه النقشه السطال ديال المسامر خوا عليهم وشبك في حبو. جبد واحد السلاح طيروا ليه وجا فيه بسطل للراس، ركله للثاني لاحو. ناض الاول بغا يضربو بفاس حيدوا ليه ضرب مو بيطيحو، صيفط للثاني وحده للنيف وزرع الحب والفاس حدا راسو شويه ويبدا يسمع من هو ربو. ضربوا عليه شي وحدين معاهم كيخلط فيهم جاو كيطيروا. حساب ديك القرعه كيتكعكع، شير عليهم خنشه ديال السيمه تلفهم وقصد الخزنه جبد واحد الشوتكان عليا باليمين ويتحرك شي حد حتى نخلي شي تيغرز لشي. خوتنا شافوا الشوتكان ولاو طالبين غا السله بلا عنب. جمعوا قلوعهم تحركوا في حالهم. رجع العامل لخدمته هو كيقاد شي لعيبات وقفات عليه تجين وغتكون شافت كاع داكشي اللي وقع. عطاتو شي ماكله جابتها ليه وبدات كتسول. صاحبنا في الاول بدا كيتهرب، حاول يتلف ليها الهضره، ولكن ملي قالت لي بلي جده حتى هو كان في حاله بدا كيعاود ليها. وهنا غنعرفوا بلي دوز 22 عام في القوات الخاصه وكان واحد من افضل المجندين. شارك في حروب، مهام الايقاف عصابات، تقاعد مور الموت ديال مراتو. ومن ديك الساعه هو خدام مع بواه. ملي سال النهار ديال الخدمه مشى يزور بنته في دار نسيبو كان واحد الكنيمه ما يسوى ما يصلح. حتى النهار اللي تيكون القرع غيشوف بنته عاد كيدير حفله وكيعرض على صحابه باش ما تبغيش تمشي معاه. في البدايه كان كيصدق ليه هاد البلان، ولكن ملي كبرات البنيه ولات كتفهم غير كتشوف بها كتمشي لعندو. سلمات عليه وسبقاتو للطوموبيل وهو مازال واقف تما. جا عنده جده بدا كيدي ويجي معاه في الهضره كيستفزو وغيبان بلي ما كيحملوش. وفين ما كيجي يديها كيبدا يستفزو باش يخليه يضربو ويحرمو من الحضانه. لا قرع ما تسوقش ليه بمره. رجع ما عطاه واحد الصوره ديالها مع امها وهي صغيره. البنيه شافتها فرحات بزاف، بداو كيديو ويجيبو في الهضره كيضحكوا. وملي سالات الساعتين ديال الزياره رجع للدار ديال جده ومشى يتلاقى المحاميين ديالو. من خلال الهضره ديال المحاميين غنعرفوا بلي جده كيطالب المحكمه ينقص المده ديال الزياره من ساعتين في السيمانه لساعه وحده كل جوج ديال السيمانات. باختصار بنته بغا يبقى يشوفها غير جوج ديال السوايع في الشهر كامل. سول المحامي القرع علاش نسيبو تيكرهو داير اكثر من جهدو باش يحرم من بنته. قال لي متامني بقات لمراتي وبغى يحرمني من بنتي كيف ما زعما حرمته من بنته. وانت بصح قتلتي مراتك. بدا القرع كيعاود ليه. وهنا غنعرفوا انه ملي تزوج بها وهي فيها اكتئاب. حيا يتقاتل معاها ما خلى حتى شي طبيب ما داش عنده، ولكن والو بقات الحاله ديالها غدا وكتسوء. وفي واحد المره هو في شي مهمه اتصلوا بيه قالوا ليه مراته انتحرت. المحامي سمع هادشي بقى فيه بزاف، بغى يعاونو وقال ليه بلي غادي يلقى حل البلان ديال السكن وتحرك من تما. بالفعل ما جا فين يطيح الظلام حتى دبر على واحد البيت كان قديم كامل مقشر، التلفازه مخرشه، ولكن قاضي غرض. في نفس الليله خرجت جيني مع صحاباتها وهما كيشطحوا في واحد البواط. غنشوفوا واحد مراقبهم من بعيد. البار هو شاد الفلوس موجوده ما كاين غضرب ليا في الشراب من بواط لبواط. كتسد هادي كيمشيو الاخر. ملي طلعوا مزيان قصدوا وحده يختموا فيها الصواري. سولات جيني خونا اللي في الكونطوار على شي طبله نعت ليها وحده ومع تحركات جبد التليفون صيفط ميساج لواحد سميتو فايبر قال لي راه هنا. وحده من البنات فوتات بزاف في الشراب بغات تمشي ترد مشات مع جيني. بقات واقفه حداها شويه وملي شافتها غتعطل تحركات عند البنات. يلا خرجت من الطواليت طالع لها فايبر سد ليها فمها وجراني شال الطوموبيل كانت كتسناه. داكشي خفن منها من بعد ونعرف. النهار الاخر القرع داخل الشونتي ضرب على جوج ديال الضباط خارجين من الاداره. واقعه شي حاجه ما فيهاش. دخل لقى جو كارلا مدمري. اشنو وقع؟ جيني ملي خرجت البارح ما سمعنا عليها شي اخبار. علمتو البوليس؟ علمناهم، ولكن في هاد القضايا ديال الاختطاف ما كيقضيو والو. جهدهم كينشروا ملصقات ديال المفقودين ومن بعد مده كتسد القضيه. ها شنو غديروا؟ الامل الوحيد اللي بقى عندنا هو انت. انا في العشيه ديال نفس النهار مشى يزور واحد صاحبه من ايام العسكر سميتو جوني. هاد جوني كانت انفجرت عليه قنبله عمات لي عينيه وكون ما تدخل القرعه تكون راه سارح النعام في الاخر. سلم عليه بداو كيديو ويجيبو في الهضره وغيكون جا باش يعاود لي داكشي اللي وقع لجيني وياخذ رايه في البلان. صاحبه مع كان عارفو كي داير وخا يقول لي ما يخشيش راسو في هذا البلان غيخشيه. قال لي توكل على الله ولا احتاجيتي لشي حاجه انا معاك. مور الهضره مع صاحبه شويه قرر يعاون جيني. والصباح وباه في بيتو كيبكي دخل عليه طلب منه يعطيه كاع المعلومات والصور اللي عنده نهار غبرات. وعدو يدير جهده كامل باش يرجعها وتحرك من تما يبدا البحث. خرج الطوموبيل ترتب كاع الصور والادله اللي خدا من عند باها ومع طاح الظلام قصد البواط اللي تخطفات
تخطفات منه. بدا كيدور في عينيه كيحاول يلقى شي حاجه خارجه على العاده، وبالفعل من بعد مده قصيره رد البال السرباي كيبيع النعناع والسكر كلاصي في البواط. صافي ها واحد دخل عنده وهو كيدور حدا الطواليت اللي تخطفات منها، رد البال الاسلاك ديال الكاميرا مقطعين، قلب شويه لقى حقيقه طاحت من العقد ديالها. صافي تاكد ان هذه هي البلاصه اللي تخطفات. ايش قوه الهضره، كتعرف هاد البنت السرباي بطبيعه الحال غيضربها بنكره. لقى مع لاحظ في وجهه انها تيكذب، هزو بدا يقمو في واحد البانيو. غدير ولا لا لا ديريو من الطرف. خرجوا صاحبهم صفاوها ليه وما كيعمروا دار لهم القرعه ديك باك قرطاسه الواحد جاب الله التيسير. من خلال الوشم اللي دايرين في صدرهم قدر بسهوله يعرفهم من المافيا الروسيه. ضرب اللي قال جمع كاع الفلوس اللي عندهم وعلق طوموبيلته باركها قدام العماره وبقى مستني واش غيجي شي حد اخر. بالفعل ما جا فين يطلع الصباح حتى وقفت واحد المرسيدس نزلوا منها جوج ضاربين بيجامات ديال الناس. بيجامات هذاك راه ستيل تا خماقي اش تتعرف. صافي اخويا انا خماقي. حل واحد منهم الباب اللور، نزل واحد سميتو فولو، من الشكل ديالو باينه فيه هو البوس. شفتي كون كان ستيل كون راه ضربوا البوس وما تحركوا من تما تباعوا بالقرع. بقاو غاديين هو موراهم حتى وصلوا لدار فولو. واحد الفيلا جات وفولو في الكوزينه حتى وقف عليه. هز العصاره خو عليه القهوه عماه ودار ليه ديك الراق. كروشي اللي وجه غيب وملي فاق لقى راسو مكتف في كرسي والقرع واقف عليه. واش عرفتي اش كدير؟ واش عرفتي انا شكون؟ اماق شكون كاع؟ تا هو اللي كتصاوب السم الحار. شوفها اللي نطولوه ونقصروه. هاد البنت خطفات من البواط ديالك، سلمها ليا ومريضنا ما عنده باس. خمو خلاه تما كيغرق ومع خرج من الدار جبد التليفون بدا كيترجم ديك الهضره اللي قال بالروسيه وغيكون سجلها كامله. كان تيسب في واحد سميتو ديمي تيقول غادي يصفى لي حيت دخلوا في هاد الشيء، ومن خلال الهضره اللي قال قدر القرا يعرف ان ديمي اللي كيسب هو اللي مور اختطاف جيني. من بعد مده قصيره وصل خو غرفه الكاميرا تكون وحده سميتها ارتي. خدنا البق ما يزهق. شوف الاولى شكات في القرع بوليسي صيفطات ليه واحد يتاكد منه، والقرع في الكونطوار حتى تسلط عليه. كاين شي ما نقضيو شي كيلو ديال المزيانه واخا تبعني. بقى هو غادي القرع غادي موراه حتى لقى راسو في الغرفه ديال واحد سميتو دوتش. دوتش هو الجيرون ديال هاد البواط. ما وقف قدامه القرع جات ارتي قالت لي خونا بوليسي. شنو بوليسي؟ ذكرنا السمن والعسل. جاهزونا يا اطفال. اي لايك كابتن. عناوبي هجموا الرجال ديالو على القرع كبتها معاهم والدعوه غترون. خونا بوحدو وسط عراه اللي شدو كيدير ليه الشقمق الحيره. ترى ما كاين غا كسل وزيد بالخير. شد لقى خلا ضربوهم كاملين. طيح واحد حط لي قرع مهرسه في عنقه وحتى كان غادي يصفيها ليه ويوقفوا دوتش. حبس صافي حبس، ماشي بوليسي دوتش ما حتى هو مدوز القوات الخاصه غير من كيفاش كيقاتل قدر بسهوله يعرف انه عسكري. ناض سلم عليه سوق لقى انعس طيح حبهم كاملين. وملي بغا ديمتري يهز الفردي تيرا في حبو اللي تقبها ليه وجلس قدامه. خونا ما عندوش مع قوه الهضره. صفيتها لباك ولاد عمك بجوج. غنسولك سؤال ولا سمعت اجابه ما تعجبنيش غير وده. هاد البنت فينا هي؟ ديما بان لي في وجهه ما كيضحكش في البلاصه. قال ليه ديناها لواحد كان ضرباتو وتحرك معاه يوريه فين. بنادم كامون. من بعد مده ديال الطريق وصلوا للبلاصه اللي دار بسهوله يصفيها ليه، والقرع تيعمر سلاله عليه قنبوله تفومينا لا وهب شعيب. ملي تانا القرع من كاع هذوك اللي صيفطوا ليه هز معاه جيني في الموطور وتحرك من تما. سايمون ما تسرطاتش ليه. اتصل بالمافيا قال لهم دوك الجوج تقتلوا وطلب منهم يعاونوه ينتقم، ولكن المافيا يكونوا صافي طلع لهم في راسهم. امروا الشيف ديالهم انسان انتقام ولا غيضطروا يصفيوها ليه وقطع التليفون. ما جا فين يطلع الصباح حتى وصل القرع جيني لدارهم. والديها شافوها بغاو يطيروا بالفرح، بداو يعنقوا فيها كيشكروا القرع. ملي وفى بالوعد ديالو تحرك غسل بدل حوايجو وبنته مع صاحبه ومراته حتى دخل عليهم. هكا قدر يعتقل البنت، صفى العصابه اللي كتخطف البنات، وفي نفس الوقت قدر يخلي نسيبو يعطيه بنته. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه.